حيث أكون أنا يكون خادمي، هناك المكافأة، الرب رح يكرم. أحبائي، إيماننا بمن هو يسوع يغير سلوكنا وتاريخ حياتنا، بيعمل صفحة جديدة بحياتنا عندما تدرك من هو يسوعك، بمن آمنت. عندما تدرك بمن آمنت، تعرف من هو يسوع، تتغير حياتك وتتغير أبديتك عندما تختبره، تعرف من هو يسوع. الرب يسوع هو الملك الآتي، هو رب وملك على حياتك. هذا السؤال، إن كان هو الرب أنت بتقول يس سير، ما هيك؟ هلا الخادم عيونه عوين على السيد، ما هيك؟ بيقول له شو بدك؟ بس اعمل لي. صدقوني في بتذكر خدام اللي كنت اشتغلت مره بالسعوديه مع واحد، فالخدام اللي كانوا يخدموا بدون قبل ما يحكي بس بنظره واحده يفهموا عليه بيروحوا. هيدا عن العشره، لما بنكون عندنا عشره مع يسوع حتى هيك الجي بي اس جواتنا دغري على دغري بنفهم على صوته. ليش؟ لانه اعرف خرافي تسمع صوتي، تتبعني، تعرفني، انا بعرفها وهي بتعرفني، من نبره صوتي تعرف مين انا. تجتمع. احبائي، الرب يوصلنا لهالمرحله، نفهم على صوت الرب، نشوف ارادته بحياتنا بدون ما نمشي بمشاكل وضيقات واختبارات، حتى بعدين نختبر نقول يا ريت من الاول سمعت صوته. ولكن نمشي معه دائما. هو الملك اللي بيريد يكون رب على حياتنا لكي يرفع حياتنا. احبائي، الرب يسوع يدعوك لكي تكون شريك معه في الخدمه. فهل انت خادم له او خادم لذاتك؟ هل تخدم نفسك ولا تخدم سيدك الذي هو يستحق كل خدمه؟ واخيرا، ان كان احد يخدمني يكرمه. احبائي، اذا بالشغل تشتغلوا بشركه مرتبه شوي بيطلع لكم بونص، وكل ما كانت الشركه مرتبه البونص بيكون اكبر. اذا رب العمل بيفرحنا لما بيعطينا بونص كبير، فكم بالحري خالق رب العمل، خالق السماء والارض، يريد ان يكرمك. الرب يساعدنا نقول له يا رب انا بين ايديك. امين امين.